قال لك الانبادي جهاز فاشل وما بيطلعش نتائج صح 100%. خليني اقول لك على شويه تريكات لو عملتها قبل الانبادي هتضمن النتيجه طالعه 100% صح. كل اختبار انبادي هتعمله لو هتتابع تطور جسمك على جهاز الانبادي يبقى لازم تحط نفسك في ظروف مشابهه قبل كل اختبار عشان تضمن ان النتيجه تطلع مظبوطه 100%. وهقول لك ازاي تحط نفسك في ظروف مشابهه قبل كل اختبار. رقم 1، بلاش تمرين قبل الانبادي ب 12 ساعه على الاقل. رقم 2، بلاش قبل الانبادي اي مشروبات فيها كافيين او مشروبات تكون مضره للبول زي الشاي والقهوه قبل الانبادي، لان ده بيأثر على توزيع السوائل في الجسم. بلاش اكل قبل الانبادي على الاقل ب4 ساعات. بلاش تشرب ميه قبل الانبادي ب 45 دقيقه. وحاول دايما تكون واقف قبل الانبادي لمده 5 دقائق. يعني ما ينفعش يبقى انت قاعد فتره طويله وتقوم تقف تعمل الانبادي على طول. حاول تبقى واقف لمده على الاقل 5 دقائق عشان تضمن توزيع جيد للسوائل في الجسم. لو عملت كل اللي قلته لك ده هتضمن ان نتيجه الانبادي هتطلع بنسبه 99% قريبه للنتيجه اللي قبلها وللنتيجه اللي ناوي تعملها بعد كده.